أنا زهقت من غلطات ولادي، نفسي يبطلوا بقى. طيب انتوا عارفين أنا بقابل كام أم وست وبنت في الجلسات عايشين يا إما في حال رعب يا إما في حال تجمد. اللي عايشة خايفة ومرعوبة من كل حاجة في الدنيا عشان مش عارفة تتعامل معاها ازاي، مش عارفة ازاي ترد وتاخد حقها من غير ما تغلط، مش عارفة تشتغل وتثبت كفاءتها عشان خايفة يطلع شكلها وحش لما تغلط، نفسها تتعلم وتطور من نفسها بس خايفة حاجة تطلع مش مظبوطة بالملي. وفي الناحية التانية في اللي عايشة في حال تجمد بتبعد عن كل حاجة فيها تجربة، تتجنب الخروجة الفلانية عشان ممكن ما تتكلمش كويس وتهرب من الشغلانة اللي نفسها فيها لأنها حاسة إنها خام وبتغرق في شبر مية. وما بين الخوف والتجمد بتضيع أعمار، وبتيجي بنات وستات بتعيط بالدموع مش عارفة تعيش الحياة. وكل ده ليه؟ عشان طول عمرهم مش مسموح لهم يغلطوا، والغلطة بالنسبة لهم نهاية العالم. كل حاجة في طفولتهم لازم تتعمل صح وبالملي، أو يتعمل حساب للغلطة من قبل ما تحصل. فكبروا هم بيحسبوا كل خطوة بزيادة، كل حاجة فيها احتمال غلط تتحول لخطر. والسبب هي تربية ما بتسمحش بالغلط، مضيقة المساحات وكل حاجة لازم تتعمل صح ومظبوط. فالنتيجة جسم بيترعش طول الوقت، جهاز عصبي في حالة انهيار، وناس عايشة في حالة طوارئ. ونسينا إن خلق الكون كله قايم على إن الإنسان يغلط ويتعلم من غلطاته. زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم. ربنا مش عايزنا نكون ما بنغلطش، عايزنا بس نتعلم. فيا ريت واحنا بنربي نسمح لاولادنا بمساحات من الغلط نتعامل فيها معاهم بهدوء. ومش بقول نسقف للغلط، لكن ضروري يبقى فيه مساحات أوسع شوية من قبول الغلط والهدوء في التعامل معاه، عشان نسمح له إن هو يتعلم ويجرب ويرفلكت على غلطاته. ده اللي يطلع جيل قوي، ده اللي يطلع جيل قادر يواجه الحياة مش بيمشي جوه الحيط، جيل قادر يجرب ويغلط ويتعلم فعلا من غلطاته.